حذاري لو المغرب يقدم روحه. حذاري من شكون؟ من اندونيسيا علاش ما حبتش؟ لانه كيان الصهيوني كيان موجود. صهيوني. هاي والمغرب ايش قدم؟ عمرك شفت الاتباع خايف كيف خلاع؟ هيا بنا هيا بنا ايها السبع الاطلسي الشرس الى حلم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اراه وانا اقف على جبال الاطلس برايه الحمراء. أو الكيان الصهيوني. الفيفا تسحب رسميا من اندونيسيا تنظيم كأس العالم. اقل من 20 سنه نحكيو بالطبيعه على مونديال الاوسط بيشارك فيه منتخبنا الوطني لتونس. ثم عزم ربما من دوله المغرب الشقيقه لاحتضان الكأس العالميه هذه بدلا من اندونيسيا. ثم اسم المغرب وعديد من البلدان الاخرى. نعم، سأبدأ من حيث انتهيت عزيزي، وأنه هنا بالمغرب ليس هناك أي شيء رسمي بخصوص هذا الأمر، وأيضا ليس حتى هناك شيء يعني متداول بشكل كبير. الأمر غير متداول بشكل كبير هنا بالمغرب. الأمر يتعلق فقط بوسائل التواصل الاجتماعي، على اعتبار أنه المغرب يدخل في رهانات متعددة بخصوص تنظيم الملتقيات الدولية، والبعض اعتبر بأنه هذه فرصة المغرب من أجل إعطاء صورة طيبة عن المغرب الذي خاض كأس العالم في 22. حذاري لو المغرب يقدم روحه. حذاري من شكون؟ من اندونيسيا علاش ما حبتش؟ لانه كيان الصهيوني كيان موجود. صهيوني. هاي والمغرب ايش قدم؟ هو فما تطبيع عادي. تم متابعين معاهم. يا عاد انا شو نقول تو؟ انا نحكي كعيشك، انا اخويا متبني القضيه الفلسطينيه. انا عربي ما هكا ولا؟ انا نتبع. اندونيسيا قالت انا ما نقبلش الناس اللي ما تسماش فوق ارضي. اوكي، على الاقل البلدان العربيه المسلمه الاسلاميه ما تقبلش تنظم الوحده. السعوديه، قطر، الامارات، على المغرب الاقل الكل هذا ما يقبلوش ينظموا.